النهارده حابب اقول لك انا ازاي بعمل باكينج لرحلاتي وذر سولو او في جروب رايد، ليوم لاثنين لثلاثه لاسبوع اسبوعين. في حاجات اساسيه بتبقى في السادل باج لاينر باج بتاعتي لازم تكون معايا في اي رحله، لان ما اقدرش اعوضها على الطريق. اي حاجه تانية، تيشيرتات، بنطلونات، حتى الجزم ممكن تجيب حاجه على الطريق، لكن في حاجات اساسيه في اي رحله ما ينفعش ما تطلعش من غيرها. اول حاجه هكلمك عليها هي السادل باج لاينر، اللي هي بتيجي من هارلي ديفيدسون او ممكن تيجي افتر ماركت، وانا باي ذا واي جايبها سكند هاند من على اي باي. وبرشح لك انك انت اي حاجه عايز تجيبها طالما مش حاجه فيها هايجين، تيشيرتات او شورتات او جاكيتات او وات ايفر، او حاجه ميكانيكال في البايك، تقدر تجيبها سكند هاند. دور عليها الاول على اي باي. ميزه الشنطه دي ان هي بتفت في السادل باج بتاعت اي تورينج بايك من هارلي ديفيدسون، فتاخدها وانت مسافر وانت رايح وانت جاي، تحط فيها الحاجه بتاعتك وسهل جدا تشيلها وتدخلها جوه السادل باج. ثم الكفر، ده الكفر اللي بيتحط على الاير كلينر لو الدنيا بتشتي او بتمطر. مهم جدا تغطي الاير كلينر بتاعك عشان ما يخشش ميه داخل الانجن. اللوك دوت من هارلي ديفيدسون، تقدر تجيب اي لوك افتر ماركت. ده جالي هديه لما اشتريت البايك، اداهولي الديلرشيب، بس انا كان عندي واحد افتر ماركت وما بسيبهوش في اي رحله بكون فيها في اوروبا، في امريكا، حتى لو نص يوم او يوم باخده معايا وبعمل لوكينج للبايك. وخصوصا في اوروبا زي ما انتم عارفين السرقه بتبقى كبيره جدا. معايا بير اوف جلوفز اكسترا، ده غير اللي انا ببقى لابسه على الرحله نفسها. دي السيت اوف تولز بتاعت هارلي ديفيدسون الفيري بيزك للتورينج، يعني مفيده ومش مفيده لان ما فيهاش كل حاجه، ولكن اتليست لو حصل اي حاجه ومحتاجه سكرو، محتاج اثبت على صاموله، اثبت على حاجه، اقدر الاقي تول تساعدني فيها. دي من الحاجات اللي مستحيل اسافر من غيرها. دي اللي هي الكيت بتاعه التاير فيكسنج كيت. الحمد لله لم تستخدم ولا مره لحد دلوقتي، بقى لها معايا سنتين. اتمنى ما استخدمهاش، انما انا عارف ان وقت ما هحتاجها هقول يا ريتها كانت معايا، فعشان كده دايما معايا في الشنطه. ودي موجوده افيلابل على امازون، وموجوده على ويب سايتس كتير، تقدر تشتري الواحده اللي تناسبك بالحجم اللي يناسبك. طبعا الحجم ده كبير شويه، في احجام اصغر، بس انا عشان جايب فيها كل التولز وكل العده. بعد كده هنيجي عند الرين جير. الرين جير مهم جدا جدا في اي رحله انا بطلع فيها، حتى لو طالع في دبي او في الخليج في عز الصيف برضو هاخد معايا رين جير، لان المره الوحيده اللي طلعت فيها راس الخيمه في الصيف مطرت عليا، فعشان كده لا يمكن اطلع بعد كده من غير ما يبقى معايا رين جير. اي رين جير مناسب. انا بحب هارلي ديفيدسون رين جير لانه الكواليتي از فيري جود، زي ما انتم شايفين طبقتين، وبالتالي ما بيحركش قوي لانه هنا بيبقى مشت فبيدخل هواء الى جوه، وطبعا ريفلكتيف باللون الاورنج وباللون السيلفر، وبالتالي بيساعدك في انك انت تبقى ظاهر على الطريق. والبنطلون بتاعه اهو برضو في نفس الوقت بيتلبسوا بسهوله جدا. من الحاجات برضو اللي اكتشفتها في الفتره الاخيره هي البوت جيترز. البوت جيترز ديت بتتلبس على البوت. طبعا انت بتلبس اول البنطلون وبعدين تلبس عليها البوت جيترز، او تلبس الجيترز وبعدين تلبس عليها البنطلون. في ناس بتحب كده وناس بتحب كده. في كل الحالات البوت جيترز ديت ظريفه جدا، لانه حتى لو انت مش لابس البنطلون اللي هو رين بروف، يعني تقدر تلبس دوت ويحمي لك رجلك لحد تحت الركبه. وخصوصا ان البوتس بتاعتنا بتبقى دايما مش ووتر بروف، خصوصا اللي عايشين في الخليج وفي مصر وفي الدول العربيه الجو بيبقى حر اغلب السنه، فبتبقاش عايز ووتر بروف بوت يحرك، فبتستخدم اللي هو الفنتليتد، وبالتالي ده يقدر يحميك في حاله الرين ويحمي البوت بتاعك. نيجي بعد كده للارم كفرز اللي مهمه قوي علشان الشمس. لو لابس تي شيرت ومش عايز تلبس جاكيت وخايف على جلدك من الفارمرز ارم اللي هي بيبقى معمول لها تانينج، لانك انت بتبقى ايدك هي الاكسبوزد وجسمك كله بيبقى متغطي من الشمس، تلبس الارم كفرز ديت. فيها بروتكشن، بس البروتكشن طبعا ده اكيد ضعيف، لكن الاهم ان هو يحميك من الشمس، مش يحميك من لا قدر الله اي حوادث. ثم بيبقى معايا برضو بيزك تول كيت زي ما انتم شايفين، فيها حاجات اساسيه اكتر شويه من اللي هي البيزك تول بتاعت هارلي ديفيدسون، وفيها شويه الان كيز وفيها شويه يعني رينشز، حاجات بسيطه تقدر تساعدنا. الحاجه الثانيه برضو اللي مهمه قوي هي الاير بامب. فانت يبقى معاك التاير كيت فيكسنج كيت يعني، ويبقى معاك الاير بامب اللي هو بيتشحن باليو اس بي وتقدر تزود بيه هواء في البايك. يعني يا فرحتي لو صلحت البايك ومعكش اير بامب تزود هواء، فلازم يكون معاك الاثنين. طيب الجامب ستارتر، وطبعا ده اساسي
علشان ممكن تنسى البايك شغال والبطاريه تنام منك، او لو البايك قديم شويه ممكن البطاريه تنام، وبالتالي الافضل يكون معاك جامب ستارتر. وبرده ده باور بانك تقدر تستخدمه تشحن بيه اي حاجه. من الحاجات اللي بحب جدا تكون معايا، ودي ليها معزه خاصه لان هي من التسعينات، دي مالتي تول من موتور تول ميد ان يو اس اي، فيري هاي كواليتي، ظريفه جدا، تقدر تستخدمها في اي حاجه على الطريق، وفيها مالتي تولز، فيها المنشار وفيها المفك وفيها السكينه، ففي حاجات مختلفه كلها تقدر تساعدك على الطريق. بحطها بعلقها في الحزام بتاعي من هنا، وبتكون very handy و very accessible. الحاجة التانية اللي بحب تكون معايا برضو هي البوكيت نايف، والبوكيت نايف دي برضو عزيزة عليا لان دي من سنة 98، من نفس السنة بتاعت الفات بوي بتاعي اللي موجود في دبي عند الدكتور نوفل، وفيري نايس بوكيت نايف عشان تستخدمها ان انت تقطع بيها حاجة، تعري بيها سلك، تعمل بيها اي حاجة يعني على الطريق. طيب من الحاجات برضو اللي لازم تكون معايا هي الووبن 4 تورش، ودي باي ذا واي فيري هاي ليومن، يعني هوريكم فيديو ليها هشفت ليه يكون بس الدنيا ليلت عشان اوريك اضاءه الكشاف ده عامله ازاي، اضاءه عاليه جدا جدا جدا. هوريكم اضاءه الووبن 4 زي ما قلت لكم 1500 ليومن، زي ما انت شايف اضاءه قويه جدا جدا جدا. عشان كده I really highly recommend it. available على امازون I guess وعلى اي باي وعلى ويب سايتس كتير. من الحاجات اللي المفروض تكون معاك فيرست ايد كيت. انا معايا فيري بيزك فيرست ايد كيت، فيها بلاستر وفيها نكل باندجز للنكل هنا اهوت، وفيها انتي بايوتيك اوينتمنت وموس، حاجات كلها فيري بيزك. المفروض يكون معايا الموتور سايكل تروما فيرست ايد كيت، وبقالي فتره بدور عليها وعامل حسابي ان انا اشتريها قريب، لانه لا قدر الله لو حصل اي حاجه محتاج كيت تتعامل مع التروما، تتعامل مع الكدمات اللي ممكن تحدث من حادث لا قدر الله يعني. فدي حاجه انا عامل حسابي اجيبها في المستقبل، وبقول لكم جميعا ربنا يسلمكم ويكفيكم شر البايكس، ولكن لازم يكون معاك فيرست ايد كيت تحسبا لاي شيء. ثم بعد كده اللايتر. انا ما بشربش سجاير ولكن دايما بيكون معايا لايتر. ليه؟ علشان بتبقى مش ضامن على الطريق، يمكن تحتاجها تاني، تعري بيها سلك، تسيح سلك علشان بلاستيك بتاع سلك عشان تربطه في سلك تاني، تحتاجها تولع بيها حاجه، يعني دايما بيكون معايا ولاعه، انتوا عارفين الامر ما يسلمش. ثم بيكون معايا البنجي كفر. البنجي كفر ده في نوعين، في البنجي ستراب وفي البنجي كفر. البنجي كفر ده مهم قوي علشان لو معاك حاجه عريضه، يعني معاك شنطه، معاك هيلمت وعايز تثبتها على البايك، تقدر تستخدم دوت بالاطراف اللي موجوده، فده طبعا مميز جدا. انما كمان اللي مهم هو البنجي ستراب علشان الاثنين يكملوا بعض. طيب الرانش دوت من الحاجات اللي لقيتها مؤخرا، تقدر تستخدمه لديفرنت سايزز، يعني من اول 15 لحد 27 ملم تقدر تستخدمه من هنا، وتقدر تستخدمه كمان من الخلف، وبالتالي تقدر تستخدمه على اي نوت او اي صاموله على البايك، فيقدر يساعدك في اي مشكله على الطريق. اخر حاجه معانا هي شنطه الالكترونكس اللي بيكون فيها شواحن مختلفه، شواحن باحجام مختلفه، يو اس بي سي ليو اس بي سي، يو اس بي عادي ليو اس بي سي، يو اس بي للسوكت العاديه، بيكون معايا لازم التذر للباتري، وطبعا لازم يكون معايا البلاستيك تاي سترابس. دي مهمه جدا لان ما تضمنش ايه اللي يتكسر معاك على البايك، تحتاج تلصمه لحد ما توصل لمكان تقدر تصلح فيه البايك. دول مهمين جدا، ما ينفعش اسافر من غيرهم. ودي كانت لستة الحاجات اللي انا قررت ان هم يبقوا معايا في اي رحله، لان انا عارف انه على الطريق مش هقدر اوفرهم، مش هقدر اعوضهم، فالحل الوحيد ان دول يكونوا معايا في السادل باج لاينر، احطه في البايك بتاعي واطلع الرحله وانا مطمن. اي حاجه تانية اقدر اعوضها الا دول.